لما تشتري لاعب ب 2 مليون دولار وتبيعه ب 250 ألف وبعدها تروح تشتريه تاني ب 2 مليون دولار، دي مش مجرد صفقة غلط في الكورة، ده لغز مالي محتاج آلة حاسبة وتفسير. والدفاتر النهاردة هتتفتح بالكامل. أهلا بكم يا جمهور كلاسيك 10 العظيم، منورين قناتكم المفضلة. الليلة دي مش حلقة تكتيك عادي ولا كلام قهاوي بعد الماتش. النهاردة فتح دفاتر صفقات الأهلي في عهد محمود الخطيب. من يوم 30 نوفمبر 2017 لما الخطيب كسب الانتخابات لحد النهارده بنتكلم ان في اكتر من 65 صفقه دخلت النادي. ملايين الدولارات واليوروهات والجنيهات دخلت وخرجت، وبطولات اتجمعت، بس في نفس الوقت في ملايين اتنطرت في الهواء على صفقات اتفسخت، وناشئين طلعوا ببلاش ورجعوا بفلوس، واجانب جم ومشيوا من غير ما حد يعرف دخلوا بكام وخرجوا بكام ولا دخلوا امتى ولا جم امتى اصلا. بص يا صديقي، احنا مش جايين نطبل لاي اداره ولا جايين نوزع اتهامات من غير دليل، احنا جايبين الدفاتر الرسميه واغلب الارقام اللي هنتكلم فيها النهارده من موقع ترانسفير ماركت العالمي، والميزانيات المنشوره، وهنحط كل صفقه بالاسم والنادي اللي جاي منه والسعر ونهايه القصه كانت ايه. عشان كده هطلب منك طلب قبل ما نبدا، لو انت واحد من جمهور كلاسيك 10 الوفيين او اول مره بتنورنا، اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وجهز كوبايه الشاي بتاعتك وهات ورقه وقلم وتعالى نشوف القصه من البدايه. صباح الفل. علشان نكون منصفين قدام ربنا وقدام الناس اللي بتسمعنا، محمود الخطيب اتولى الرئاسة رسميا في ديسمبر 2017. صفقات صيف 2017 كانت تحت إدارة محمود طاهر، هنمر عليها بس سريعا عشان السياق الرقمي يكون متكامل. أول حاجة، وليد أزارو جه من الدفاع الحسني الجديد المغربي بمليون و400 ألف دولار، قدم نجاح كبير وكان هداف الدوري، وفي 2020 اتباع للاتفاق السعودي ب 700 ألف دولار. وكمان مهالمبي الجناح الجنوب افريقي جه من بيدفست ويتس بمليون و300 الف دولار، ولعب حبه شهور وراح لسان داونز بعدها ب 900 الف دولار. ايمن اشرف جه في صفقه انتقال حر، اسلام محارب وهشام محمد واسلام عبد النعيم صفقات محليه جت بتبادل مالي غير معلن الى حد ما، والتفاصيل يعني مش دقيقه رسميا. وعبد الله الشامي مدافع سوري جه مجانا ومشي مجانا بعدها بست شهور. شايفين الارقام دي كانت مجرد التسخين للي جاي، وركزوا معايا قوي في يناير 2018 لان من هنا بدات شراره التضخم المالي في السوق المصري. يناير 2018 اول ميركاتو في عهد الخطيب، زلزال صلاح محسن. يناير 2018 اول شباك انتقالات للخطيب، والاهلي بيضرب رقم قياسي محلي ب 40 مليون جنيه في لاعب واحد. عصر الصفقات الفلكيه، صلاح محسن جه من انبي صفقه هزت الوسط الرياضي، بتسجل قيمتها بمليون و600 ألف كأغلى صفقة محلية. وصلاح محسن عير لسموحة ورجع في النهاية في يناير 2024 ومشي مجانا للمصري البورسعيدي بعد فسخ العقد. بعدها محمد شريف جه من وادي دجلة ب 450 ألف يورو، وحسام غالي عودة مجانية لمدة 6 شهور بعد تجربة النصر السعودي حتى اعتزاله. علي لطفي جه من إنبي لدعم حراسة المرمى ب 400 ألف يورو. ونروح لصيف 2018، سليف كوليوبالي المدافع المالي جه بطلب خاص من كارتيرون بصفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مازيمبي، لعب 6 شهور ومشي مجانا للشرطة العراقي. أحمد علاء جه من الداخلية ب 250 ألف يورو ومشي مجانا لطلائع الجيش. ونروح بعدها لأضخم نافذة في تاريخ الأهلي للانتقالات 2019. حط بقى كوباية الشاي على جنب واصحى معايا للأرقام اللي جاية دي، لأن اللي حصل في يناير 2019 ده يدرس في علوم إدارة الميركاتو. في يناير 2019 بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، ضخت الإدارة مبالغ هي الأكبر في تاريخ النادي في نافذة انتقالات واحدة. لما تصرف 12 مليون يورو في شهر واحد، أكتر من 220 مليون جنيه بسعر وقتها، وبسعر النهارده بنتكلم في 740 مليون جنيه، مش بتبني فريق، انت كده بتشتري قايمة جديدة بالكامل. حسين الشحات جه من العين الإماراتي في صفقة هزت الوطن العربي كله، بنتكلم في 4.5 مليون يورو. حمدي فتحي جه من انبي بمليون ونص يورو. ياسر ابراهيم جه من سموحه بمليون ونص يورو. ومحمد محمود جه من وادي دجله بمليون ونص يورو. ومحمود وحيد جه من المقصه ب 800 الف يورو ومشي بعدها لسموحه ب 150 الف يورو. جيرالدو داكوستا جه من اول اغسطس الانجولي بمليون و2 من 100 يورو، لعب سنتين، وفي يناير 2021 الاهلي فسخ عقده بالتراضي وانتقل لانقره جوجو التركي بدون ان يدخل خزينه النادي يورو واحد. رمضان صبحي استعارة من هيدرسفيلد الإنجليزي على مرحلتين ب 2.5 مليون يورو كقيمة إعارة فقط قبل صدمة انتقاله لبيراميدز. ونروح للجزء الثالث، لغز بادجي وبواليا. اسمحوا لي هنا يا جمهور كلاسيك 10 أقف وآخد نفس عالي وأسألكم سؤال عاوزكم تجاوبوني عليه في التعليقات. لو أنت مدير مالي في نادي كبير، إزاي بتتعامل مع ملف الأجانب وبيستنزف الملايين بالشكل ده؟ تعالوا نشوف اللغز مع بعض. هنا بقى لازم نقف ونسأل مرحلة 2019 2021
شهدت علامات استفهام ماليه كبيره جدا في ملف الاجانب. تعال اشرح لي المعادله دي. الاهلي اشترى اليو بادجي ب 2 مليون يورو، يلعب 25 ماتش ويمشيه اعاره وبعدين يبيعه لميان، ويرجع الاسم يتردد تاني ب 2 مليون يورو. والفلوس دي رايحه فين وجايه منين؟ حكايه اليو بادجي بالتفصيل، المال الموثق. يناير 2020 الاهلي يشتري السنغالي اليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي ب 2 مليون يورو. اللاعب يسجل 4 اهداف ويصنع 8 في 25 ماتش. صيف 2020 الاهلي بيعيره الانقره جوجو التركي ب 250 الف دولار. صيف 2021 الاهلي بيعيره الاميان ب 450 الف يورو مع خيار الشراء. صيف 2022 اميان يفعل خيار الشراء النهائي بمليون و800 الف يورو. النتيجه الرقميه، الاهلي جمع ماليا من بادجي حوالي 2.5 مليون يورو. يعني الاهلي ما خسرش ماليا كاجمالي، لكن السؤال الفني والاخلاقي، ليه تشتري مهاجم ب 2 مليون يورو عشان تتخلى عنه بعد 6 شهور؟ مين اللي قيم اللاعب قبل ما يندفع فيه الملايين دي؟ ومن هنا نروح لوالتر بواليا. يناير 2021 جه من الجونه 1.5 مليون يورو، يعني ب 24 مليون جنيه وقتها، بعد صراع مع الزمالك. بواليا ما نجحش ودخل في دوامه اعاره بين مالاتيا سبورر والقادسيه السعودي والسيليه القطري، وفي النهايه فسخ عقده بالتراضي ومشي عن الاهلي، وضاع على الاهلي المليون ونص يورو اللي اتدفعوا. ونروح بعدها لباقي القايمه في نفس الفتره. محمد مجدي قفشه جه في صيف 2019 من بيراميدز بمليون و200 الف. وبعدها اليو ديانج في صيف 2019 جه من مولوديه الجزائر بمليون دولار. ومحمود متولي جه من الاسماعيلي ب 800 الف يورو ومشي مجانا للاتحاد السكندري. محمود كهربا جه مجانا بعد تجربه مع فيز البرتغالي مع تحمل ازمه الغرامه الشهيره مع الزمالك. بدر بنون جه في 2020 من الرجاء بمليون و700 وتم بيعه القطري بنفس الرقم. طاهر محمد طاهر جه من المقاولين بمليون يورو. احمد رمضان بيكهام مليون و200. والتصعيد من الناشئين بقى مروان هاني واقطاع عبد الله وعلي محمود. علشان نكون منصفين ومحدش يقول ان كابتن مروان بيبص على النص الفاضي بس من الكوبايه، الجزء ده فيه نجاحات استثماريه هزت الدنيا وصدرت لعيبه باعلى الارقام في تاريخ مصر. الفتره دي كانت من 2021 ل 2025، الفتره اللي شهدت اعلى صفقات بيع في تاريخ النادي الاهلي، في نفس الوقت اضخم صفقات شراء محليه. مش كل حاجه سودة، بس في الفتره دي الاهلي عمل صفقه العمر، اشترى وسام ابو علي بمليون و200 وباعه ب7.5 مليون. ونرجع للفتره بتاعت 2021، بيرسي تاو بيجي الاهلي من برايتون بمليون و800 وبيمشي لما عقده بيخلص لقطر القطري. لويس ميكيسوني بيجي من سيمبا ب 900 الف يورو، بيرجع تاني لسيمبا ب 150 الف بس. حسام حسن جه من سموحه ب 900 الف ورجع تاني لسموحه ب 400 الف. كريم فؤاد جه من النجوم ب 700 الف يورو وضربه شبح الاصابات. مصطفى البدري جه من الانتاج 350 الف وفضل معار. برونو سافيو جه من البرازيل في 2022 بمليون ونص ورجع لنفس النادي ب 300 الف يورو بس بعد مشاكل وتراجع المستوى. شادي حسين ومصطفى سعد ميسي جم من سيراميكا باجمالي يوازي مليون و200 ومشي لزد ببلاش. محمد الضوي كريستو جه من النجم الساحلي بمليون وربع وتمت اعارته للصفاقسي وانتهى عقده ببلاش. احمد القندوسي جه من وفاق سطيف بمليون 350 الف وتعار لسيراميكا وانتقل لهم نهائيا. مروان عطيه جه من الاتحاد بمليون و100 الف. امام عاشور وتعتبر صفقه القرن المحليه جه من ميتلاند الدنماركي ب 2 مليون و700 الف دولار بما يقارب 100 مليون جنيه مصري. رضا سليم في صيف 2023 جه من الجيش الملكي المغربي ب 2 مليون يورو. انطونيو موديست جه في انتقال حر وضخم جدا بالدولار ومشي مجانا، يعني من غير ما يقدم اي حاجه. بعد كده خالد عبد الفتاح وتفعيل شراء نهائي ب 300 الف يورو. ومن هنا عشان ما نبقاش بنبص لنص الكوبايه الفاضي، نبص على اغلى مبيعات في عهد محمود الخطيب. وسام ابو علي راح لكولومبوس الامريكي ب 7.5 مليون دولار. واحمد حجازي راح لوست بروميتش الانجليزي ب 6 مليون دولار اعاره. محمد عبد المنعم راح لنيس الفرنسي ب 4.5 مليون يورو. حمدي فتحي للوقرة القطري ب 3.2 مليون يورو. محمد شريف للخليج السعودي بمليون و400 الف. ومن هنا نروح للجزء الخامس، ثغرة الناشئين والميركاتو من 2024 ل 2026، وده الملف اللي بيوجع اي مشجع بيحب قطاع ناشئين ناديه. ازاي ابنك يتربى عندك وتصرف عليه وبعدين تروح تدفع فيه دم قلبك عشان ترجعه؟ علامة استفهام الكبرى. ليه ابن النادي يتربى في الناشئين ويخرج ببلاش لما يتألق في سيراميكا او انبي ونرجع نشتري ابننا تاني ب 30 و40 مليون جنيه؟ بص معايا على الاسماء دي. محمد شكري ظهير ايسر من قطاع الناشئين الاهلي، خرج لسيراميكا كليوباترا وتألق، فاضطر الاهلي يدفع فيه مبالغ عاليه علشان يفعل بند اعاده الشراء. احمد رمضان بيكهام ابن قطاع الناشئين خرج لوادي دجله، فالاهلي اشتراه ب 1.2 مليون، وبعد كده خرجه لسيراميكا ورجع الاهلي فاض لشرائه مجددا في 2025. احمد ياسر ريان، عمار حمدي، ناصر ماهر، لاعبين كلفوا قطاع الناشئين ملايين وخرجوا مجانا بارقام ضئيله وتألقوا مع المنافسين.
التقارير الرياضية المنشورة بتأكد إن النادي بدأ مؤخرا في تعديل سياسة العقود طويلة الأمد لحماية الناشئين من الخروج المجاني، والمشهد الحالي اللي وصلنا له: أشرف داري بيجي من بريست الفرنسي بمليون و800 ألف، وعمر الساعي جه من الإسماعيلي ب50 مليون، 28 كاش والباقي دفعتين. يوسف أيمن إعارة من الدحيل ب 600 ألف يورو ما استفدناش منها أي حاجة. جراد ياشار جه من المجر بمليون يورو. أحمد السيد زيزو صفقة مدوية وانضمام في صيف 2025 بنظام الانتقال الحر بعد نهاية عقده. بس يعني اللي سمعناه بعد كده إن الراجل واخد الثلاث سنين بتوعه مقدم، وبيلعب وواخد 300 مليون جنيه في جيبه ومريح دماغه. محمد علي بن رمضان جيب مليون و600 ألف دولار. محمود حسن تريزيجيه جيب مليون و600 ألف يورو قبل ما يفسخوا عقده بالتراضي للرحيل للرياض السعودي. يلسن كاموش جه في شتاء 2026، مهاجم انجولي جاي من ترموس النرويجي وما قدمش اي حاجه ورجع تاني. مروان عثمان اوتاكا واحمد عيد وياسين مرعي ومصطفى العش كلها انضمامات محليه علشان نغطي احتياجات الفريق. النادي الاهلي مش مجرد نادي كره قدم، النادي الاهلي مؤسسه رياضيه واقتصاديه هي الاكبر في المنطقه. الشفافيه مع جمهور الاهلي هي اول خطوات الحفاظ على الكيان ده. في النهايه يا جمهور كلاسيك تن العظيم، احنا خطينا قدامكم اكتر من 65 صفقه بالاسم وبالسعر والتاريخ. شفنا الصفقات كانت عبقريه استثماريا زي وسام ابو علي وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ومحمد شريف، وشفنا صفقات تانية يعني كلفت الخزينه ملايين زي بواليا وسافيو وميكيسوني وفسخ عقد جيرالدو. احنا في كلاسيك 10 مش بنقول ده فساد او نهب، لان الاتهام ده محتاج ادله قانونيه ومستندات رسميه غير موجوده. احنا بنعرض بس حقائق وارقام وبنسال السؤال اللي من حق كل مشجع اهلاوي يساله: هل آلية التعاقد واختيار اللاعبين وتقييمهم الفني والمالي في النادي الأهلي محتاجة إعادة نظر وهيكلة شاملة؟ دلوقتي أختم كلامي معاكم والدور عليكم أنتوا أبطال كلاسيك 10. اكتبوا لي رأيكم بكل صراحة في التعليقات، وهي إيه أفضل صفقة عملها الأهلي في السنين الأخيرة من وجهة نظرك؟ وإيه هي الصفقة اللي شايف إن هي كانت غلطة مالية وفنية كبيرة؟ لو حبيتوا التحليلات من النوع ده ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وكل الحاجات الجميلة بقى، وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل التحليلات الجديدة من غير تزوير ولا فلاتر. كان معاكم مروان هاني، ونشوفكم في حلقة جديدة من الكورة من غير فلتر على قناتكم كلاسيك 10. شكرا وإلى اللقاء.